رسميا الاهلي يفتح باب رحيل الثلاثي الناري. اداره الاهلي تفتح رسميا رحيل ثلاثي الفريق المرعب امام عاشور، مصطفى الشبير ومروان عطيه للاحتراف الخارجي بعد نهايه منافسات كاس العالم، بس بشرط واحد: الموافقه ستكون لصاحب العرض المالي الاعلى لتامين ميزانيه الفريق. إمير توفيق واداره التعاقدات تضع ليوم الرشقات الاخيره حسم صفقه المهاجم الاجنبي السوبر. عكس الثلاثي الفريق اقترب إدارة نادي الأهلي من حسم وتجديد بقاء نجم خط الوسط أحمد نبيل كوكا وتمديد عقده لفترة طويلة بعد الوصول لصيغة اتفاق شبهي مع اللاعب. رسميا رحيل الدبابة المالية ديانج من خارج نادي الأهلي بعد عدم موافقته على تجديد نادي الأهلي، وفي تقارير صحفية بتأكد انتقال اللاعب المالي ديانج إلى نادي الفرنسي الأسباني بعد رفضه للعب بنادي الأهلي. ديانج حصل 4 ألقاب مع النادي الأهلي إفريقية.